وصفتنا الليلة حتكون قيمة البطاطس أو قيمة البطاطس باللحمة المفرومة، واحدة من أكلاتنا السودانية المميزة، لذيذة جدا وسهلة التحضير، ما حتاخد وقت في تحضيرها. يلا نشوف كيف حنقدر نعملها. أول حاجة حنجهز البطاطس. عندي 3 حبات من البطاطس قطعتها لمكعبات صغيرة، حاقليها في زيت غزير لغاية ما تتحمر معايا. أول ما تستوي تماما وتتحمر حاطلعها وخليها على جنب شوية. بعد كده حنجهز اللحمة، شوية زيت في طوة، وعندي بصلة مقطعاها لقطع صغيرة، ححمص البصلة في الزيت لغاية ما تدبل معايا شوية وتغير لونها. أول ما تصل المرحلة دي حنزل معاها ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ححمص اللحمة مع البصلة كويس جدا لغاية ما تتفتت معايا تماما ولونها يتغير. بعد كده حاضيف لها توم مهروس، زي 3 فصوص من التوم المهروس. أول ما يختفي التوم مع اللحمة حاضيف البهارات، ملح، فلفل أسود، وكزبرة، وملعقتين كبيرة من صلصة الطماطم. حديهم تقليبة مع بعض. بعد كده حاضيف شطة خضراء، وده اختياري، وكوباية صغيرة من الموية. حوطي النار خالص وخلي اللحمة تستوي 10 دقايق كده. أصلا اللحمة المفرومة ما حتاخد وقت في استواء، يعني بتستوي بسرعة. قبل ما تكمل 10 دقايق، آخر دقيقتين كده ولسه الموية ما جفت تماما من اللحمة، حنزل البطاطس وكمان فلفلية خضراء، حقلبهم كويس مع بعض. نحن عايزين البطاطس والفلفلية يدخلوا مع اللحمة، والبطاطس تلين شوية، فحنغطيهم 3-4 دقايق يتسبكوا معانا تسبيكة أخيرة. وبس كده، القيمة بتاعتنا جاهزة. جربوها ومع السلامة في وصفة جديدة.